السلام عليكم شباب، تحياتي إلكم. مشتاقين. قلت أصوركم فيديو بها رسالة لواحد يوتيوبر، أوجه له رسالة من قناتي، وأتمنى يشوف يعني يشوف الفيديو إن شاء الله يشوفه، إنه هو متابع وياي. حياتنا إله. والصيد مال البارحة هسه أشوف لكم إياه، نزلت بالستوري تار إيراني بصفر يوم بيضرس قديم. المهم شباب، شلونكم انتو؟ تحياتي لكم. هاي الطيور جاي طير بيها، طبعا الغربة ضيعت منها فحل واحد، عايفين بالدشر. طير مزاوج وطيرته بيضة ونايم على بيض، وطاير عندي صعد لقيته ماكو. شنو الخلل اللي بيه هذا الطير؟ طير لين مخلف بعد اول مزواج له. هاي وحدة. اثنين، طيوري كل ساعة تخترع وتفز من الصقر. وهاي ثلاثة، واني بالسطح كل ساعة هو شي يسوي؟ يضرب بالبرج يريد يطب على البيض ماله. شي يسوي؟ يشلع اي وحدة، يفتر ويرجع يحط، وانا العب له هاي يعني عيني عليه ما خليه يبعد، يرجع يحط. فانا سبحان الله من صعدت البارحة لزمت التار الايراني كذا بالسطح، اول ما عيني راحت عليه، دورت عليه، قلت هذا يخوف، انا غلط اصلا اعوفه بالسطح. قلت لكم العدار اللي بيه، شغلات اللي بيه، هذا غلط مني شباب نضاع. عيني عليه، دورت عليه، ردت عالجت ما شنو، هاي ما لقيته، ما دورت على البقية. اول شي دورت عليه باعت، ضحكت قلت باع شلون عرفت راح يروح؟ طير مبين مخلف اول مزواج له شباب، ويضرب بالبريج يريد يطوب ويشلع من كيفاني، وبالسطح يشلع من كيفه يهوش وما شنو، العب له وياه يرجع يحط. يعني انا لو مو بالسطح ويشلع يروح، حتى لو طاير عندي بس مو يطير وحده، يطير وحده يروح. هاي غلطة مالتي شباب، غلطت والله لين عفته، حشاكم من الغلط، عفته بالسطح. المهم شباب حبايب قلبي، رسالتي لأمجد الماجد، تحياتنا إلي، أخ عزيز هو إلي، وانتو كلكم أخوتي، الله شاهد عليه ما فرق بيناتكم، صغير كبير، داخل العراق خارج العراق، والقدماء والجدد حتى. رسالتي إلي لإنشاء الحلة بطيورة، إن طيورة كانت بال150 160 شباب بالحلة. طيورة ضيع هو أقل شي 70 80 ضيع، إنه أنا حسبت طيورة البارحة، ناشر فيديو حسبتهن، وقفت الفيديو حسبتهن ويا الحاطات كلهن 70 ما بيهن. يعني هو مضيع قد 70 و70 140، هو عنده كان 160، يعني 90 مضيع، روح 80 عمود ما يزعل علي، روح 70، يعني هو قال نقسم الطيور نصين، اللي طيرته راحت واللي فحلها راح وما ادري شنو. هاي كل هاي وش سوى شباب؟ شال حله. شباب امجد اخوي، انت اذا جناي مال تار قديم زمن السابق تعرف هذا الشيء، هذا الشيء تسويه انت قلت طبعا لا تريد تضيع طيورك امجد، حياتي لك طبعا. انت هاي بهاي الطريقة تريد تضيع طيورك امجد، يعني طيورك قسمت نصين، اللي فحلها راح واللي طيرته راحت، ذاك من ذاك يعني بقى المزاوج، وطيور مو جلدة فرخ، وطيور حتى مزاقة كلها عندك، يمكن 10 زواج لو اقل زوج يعني زقن عندك، وطيور ضايعة قلت لكم، اللي طيرته راحت واللي فحلها راح واللي مزاق واللي ما مزاوج، شلت بيه حله. وبالشتاء امجد ترى التار ما ينشال بيه حله عمي، تار ينشال بيه حله بالشتاء بشرط يكون جلد فرخ وزاق عندك وحايل، ينشال بيه حله بالشتاء. بالصيف عادي تشيل حله، جلد فرخ مو جلد فرخ، المهم جلد عندك مخابط وراجع ما عليه شي بعد، مزاوج عندك خبط عندك ورجع ما عليه شي بعد، شيل بيه حله بالصيف عادي، انا ما يبعد حاره الدنيا، شيل بيه حله مش تسوي بيسوي، هو تار يعني هو تار، وانت مضيع نصهن، وطيور مو جلدة فرخ، وبيهن ما مزاوجات هواي، هو المزاوج شيل بيه حله مزاق عندك ومو جلد فرخ ومو حايل يضيع، هالنوبه انت جايبهن كبار
ومزاقات عندك ومزاوجات، انت هيك تضيعهن حرامات. واحنا انا من متابعينك طبعا من زمان قبل لا افتح قناتي اصلا. فشريد من متابعيني اذا هذا الشيء كلامي بيه غلط خلي يقولوا كتبوا عادي، يقولوا يابا كلامك بيه غلط. بس اذا كلامي صح همين كتبوا بالتعليقات يقولوا يابا صحيح امجد هيك يريد يضيع طيوره. والرجال قال اريد اضيع طيور يعني وين ضجتين ضاع النصن. والله يا امجد لو تبيحن نشيلهن وتبيحن، لو تدق الحله انصحك ترجع تدق الحله، ترى الطيور كلها راح تضيع. يعني انت ابسط ما يكون ذاك اليوم انهزمن، البارحه نزلت فيديو ما ادري اول البارحه انت مصوره، يعني طيور انهزمت وباوعت عليهن المميزات بيهن عرفتن ضايعات. انت طيور اذا ضاعن من عندك ما راح تعرفن اياهن ضاعن شباب امجد. ترى احنا كنا نعرف وهذا الشيء لان انت محافظ طيورك ومفارغ لهن مثل ما انا هم مفارغ لهن وعدد هوايهن. فانت المميزات اللي بيهن من انهزمن ورجعن باواحد قلت الزبيري ما هو والطير البصفر ما هي صايده. والشمعيه اذا ضايعه هم كان قلت الشمعيه ضايعه. طيور البارزه بيهن بس اللي عرفتهن. يعني لو ضايع الله اللي يعلم يجوز نضيع 3 4 انت او اكثر من عندهن من ذن اللي مو بارزات مثل الزبيري او هاي المطوقه بصفر او الشمعي او الطويرنيات. لان الطويرنيات زوج عندك بسمين طويرنيات انت شلون البلاج ما ادري البولنديات هن. المهم هم كان عرفتن بس ذنيك ما تعرفن. والوقت هذا طبعا مع احتراماتي للزينين مع الاسف فيهن رقم تليفونات وما يخابرون. انا هواي من قبل ضيعت طيور فيها رقم تليفونات بالفكات ومن الهزمن ما خابروني. ناس تخابر وناس ما تخابر، يعني نفسيات على قولتك انت تقولها. فلا اتمناه منك حرامات طيورك تضيعها. شو تسوي؟ دق لها حل خد تزوج كلها مرت لك الطارد اصبر لها اسبوع طيها كالسيوم. انت سيدي العارفين ماكو داعي اقول لك توقف حتى الطيور فوقك بيض من جديد على البيض اقتلها. شيل البيض خلي بيض اصطناعي وتونس عليها بالشتاء. انه هذا الشهر الجاي يمجد ترى هواء ومطر وجو بارد، يعني طيورك دني راح يبعدن اكثر. وطيور مو جلدة فرخ اذا بعدن اكثر ترى تضيع كلها. يمكن يصفن لك الله شاهد يمكن يصفن لك 10 20 بالزايد ويان دني البطويرنيات هاي دام ضاع عنها همينه. طويرنيات بينات خوش طيور لان الطويرنيات جايبن انت البولنديات من الطويرنيات اللي بين زوج. المهم شباب تحياتي لكم للجميع والامجد ولكل اليوتيوبريه والمتابعين داخل العراق خارج العراق وللجدد والقدماء كلكم على راسي. هاي طيور فاتحيها اتمنى رسالتي توصل له. عنوان الفيديو راح يصير امجد الماجد رساله لك. وهاي الطيور هم فاتحها شباب واو عشوكم الصيد. هاي الطيور كلها همين مزاوجه طيره فحل فاتحه في حله مالتها طير بيها بس ما عرفوا بالدشر. الطيور ما بطيرها كم مره مو مثل ذني. هذا الصيد شباب باعو طب التبع هذا زغراته. هذا الصيد باعو ايراني هذا بصف الحبريه مال حربنا. وذني همين الزوج الصيدتين سويه. هذا صيد وهذا صيد وهاي صيد. هذا الفحل الجوا صيد. هذا المصبغ صيد. هذا الاحمر صيد. طبعا راح اطلع الصيد شباب. وهذا البحمر هم صيد شوفتكم اياه يعني. هاي الطيره صيد زبيريه جوا فحلها زوجها صيد ما شاء الله. يعني ذني طيور نص صيد شباب وانتم تعرفون ناشر ستوريات تعرفون. المهم هذا التار الايراني وهاي الطيور شباب ذني كلهن المزاوجات في حله مالتهم طايره بس منتظرهن. هذا الصيد الحبري شوفتكم اياه زوج هاي الطيره. بعدين الصغار طبعا معوده انه بس 4 بقت. مو قلت لكم ما سطح جبتن شباب ويان فرخاتن كان بس 4 خطيه. هذا طبعا رزقني برجلي اباكم وين انا لو ابوهن. هذا خبرني هذا قالوا بلا يدور لك. المهم الفحل ضيعت طيرتك تضير بيها هو وياها جوا البيض سويت كسرت البيض والطيرة عفتها ما طلعها بس الغروب ويا ذني من افتحين يعني ظلمة دني افتحها وبلك تزوج فحل من ذن اللي في حلة لازمين او الممزاوج وما عليه شي شباب. هذا الطيرة عندي ومبيضة عندي راح فحلها راح وكسرت البيض ما عليه شي. المهم شباب لهنا ينتهي المقطع. تحياتي لكم. اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات اذا حكي بيه غلط حشاكم من الغلط ناحية امجد
تقولوا لي يابا انت حكيك بيه غلط، او قولوا لي انت ايش دخلك. بس هو لين اخوي، ومون علي مون علي، وذاكر قناتي بقناته، اسم قناتي بقناته. وصراحة انا اقول لو يدق حل احسن. انت شنو رأيكم؟ كتبوا لنا بالكومنتات. تحياتي لكم، حديثكم علي بيع الطيور على اليوتيوب. مع السلامة.